اكيد برضو مع التجارب، مش بس تعاملت مع ناس لطيفة وناس ونجوم وناس جميلة، اكيد تعاملت برضو مع ناس زعلتك كتير. كل يوم. احكي لنا بقى ايه المواقف. لا المواقف ومين ممكن اللي تقول انا مش هتعامل معاها ومش هعمل لها، ومين اللي تقول عملت تقول مش هعمل تاني؟ حد من المشاهير ولا حد عادي؟ كله، انا عايزه اعرف لا مين لو حد المشاهير لا طبعا كلهم بيبقوا احنا عارفين، يعني احنا جايه لمين وانا رايح لمين، فخلاص ده بالنسبه لي ده خلاص في تقبل. ما حصلتش يعني مع مشاهير؟ لا ما حصلتش ولا مره، وانا ما بديش فرصه لكده. لكن لو واحده جايه مش عارفه هي عايزه ايه وعايزه حاجه اب نورمال او حاجه لا تنفذ، لا طبعا بقول لها شكرا، بقابلها حلو جدا وبقول لها شكرا، بقول لهم يا جماعه اعتذروا لها في التليفون، احنا وار فيري سوري مش هنقدر نعمل الفستان. ايه الحاجه الاب نورمال بقى دي؟ واحده مثلا جسمها يعني في حاجات غلطات كتير قوي، لابسه حاجه عايزه تعمل قصير مع ديكولتيه مع انا شكلي يبقى غلط. شكلي يبقى غلط، انا ما اقدرش اعمل ده. ترفض او يطلع عليه اسمك. ما انا قلت لحضرتك في الاول انا مش قاعد في الصحراء، ولو عملت وخدت فلوسي خلاص شكرا مع السلامه، هتلبسه برضه في مجتمع، هتقول فلان اللي عامل الفستان، فده بالنسبه لي ده اساءه مش اضافه. انا النهارده محتاج ناس تضيف او ناس حتى تحافظ على الفاليو، مش لازم اضافه، بس ناس تحافظ على نفس الراجل اللي تعب في عمره ده عمره كله في الشغل، يعني يعمل حاجات شكلها لطيف سلولي بات شورلي، بس مش احنا بنعمل قفزات. انا ما بحبش اعمل القفزات دي، بخاف منها. كنت ممكن اعمل قفزات كبيره قوي، يعني مثلا لما عملنا الاغلى فستان في العالم عملت قفزه كبيره في الاخر ضرتنا، يعني ما اصابتش، اتفهمت غلط. انت تصمم حسب الموضه ولا حسب الشخصيه اللي هتلبس؟ حسب الشخصيه طبعا، بس ممكن طبعا انا بخاطب عقل وجسد المراه. ازاي بقى؟ جسدك بعمل لك حاجه لايقه على جسمك. عقلك بديك برضو الحاجات اللي فيها التاتش الموضه، التاتش الجديد، التاتش اللي ما لبستوش قبل كده، فلازم بخاطب جسمك وبخاطب عقلك، مهم قوي. لكن لو قلت لك فستان حلو عادي راديكو كم طويل حلو جدا بس هو ما فيهوش موضه، ما فيهوش حاجه جديده، لازم اعمل لك حاجه تاتش جديد. فده لازم اخاطب عقلك ان انا اديك حاجه على مود بس مناسبه للجسم والشكل، وطبعا بخاطب جسمك ما اديكيش حاجات لا اوفر ولا عريان ولا قصير ولا مش بحب.